اعتقدش ان النادي الاهلي هينسحب. خلينا نشوف قرار اللجنه الاولمبيه خلال الفتره اللي جايه، لكن هو قرار الانسحاب من المباراه كان قرار خاطئ، لان في النهايه سواء على المستوى الفني او على مستوى الدوري المصري ما ينفعش لا الاهلي ينسحب ولا الزمالك ينسحب. خلال الأربع سنين اللي فاتوا احنا كل سنة بيبقى فيه انسحاب لفريق، فبالتالي يعني أمر ما يليقش بالدوري المصري ولا بسمعة الكرة المصرية، ومش بالانسحابات هتتحل الأمور. في النهاية يعني بطولة الدوري أو بطولة الكاس أو أي بطولة لا هتزود النادي الأهلي ولا هتقلل منه، ولا نفس الأمر بالنسبة للزمالك، لا بتزوده ولا بتنقصه، لأن الأهلي والزمالك هم اللي شايلين سمعة الكرة في مصر وفي أفريقيا وفي الوطن العربي. ده أقوى ديربي في العالم، فلا يعني لازم يتم التعامل مع أقوى ديربي في العالم، واحد من أقوى الديربيات في العالم، مصنف العاشر عالميا. الاهلي والزمالك يعني لا يقارنوا باي حد، والاهلي والزمالك ياثروا طبعا على ما فيش فكره ان انسحابهم من الدوري ده غير وارده. عدم وجود الاهلي والزمالك في الدوري لو واخدينك ده امر غير وارد.